السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طبق كشري محترم كده يستاهل بقكم. كشري فاطمه ابو شطه ودقه بتاع زمان، ريحته قلبه المكان. هنعمل اجمل طبق كشري ان شاء الله. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. طبعا احنا عملناه كذا مره على القناه، بس النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة عملناها ازاي عليه افضل الصلاة والسلام. في البداية كده اول حاجة بنعمل البصل. يعني ايه؟ بنعمل البصل اللي هو الوردي، اللي هو بنسميه الوردي. بنقطع بصل شرايح كده ونغلفه بالنشا او بالدقيق اللي موجود عنده، وبعد كده بنحمره في الزيت. نحط زيت غزير ونحمره في الزيت ونركنه على في مصفى كده او على منديل، ونركن الزيت عشان هنعمل بيه بقية الوصفة. تاني حاجة بنسلق الحمص وبنسلق العدس. يبقى اول حاجة بنعمل بصل، تاني حاجة بنسلق الحمص وبنسلق العدس. تالت حاجة بقى بناخد الزيت. بناخد الزيت اللي هو حمرنا فيه البصل على قطعة زبدة كده بلدي ونعمل فيها الصلصة. طبعا الصلصة بتاعة الكشري بتبقى بالثوم، ما بنحطش فيها بصل. يعني بناخد المية، بناخد معلش الزيت عشان الصلصة تطعم من الزيت بتاعة البصل، يبقى فيه تطعيمة كده وتسكيرة كده. بناخد الزيت بتاعة البصل اللي حمرنا فيه البصل على معلقة الزبدة، وهنا معايا معلقتين توم مفروم فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده، ونصفرهم بس. يبقى ما التوم يبقى اصفر معاك عشان الصلصه ما تمررش. وهنا معايا عصير طماطم، وهنحط التوابل زي ما انتم شايفين كده، كزبره وكمون وسنه سكر وملح وفلفل وبابريكا. تمام كده، ومرق الدجاج عشان تطعم لك الصلصه. ومعايا هنا 3 معالق صلصه، دي صلصه انا عاملاها في البيت. يبقى معايا عصير طماطم و3 معالق صلصه كده بتقلك الصلصه بتاعه الكشري ويبقى ايه طعمها حلو. هنا بقى هنغطي على الصلصه تمام كده، وبعد ما تستوي نحط لها شويه ميه عشان تتسبك كده وتبقى حلوه. وهنا معانا هنعمل ايه يا ربي؟ هنعمل الدقه. معايا معلقه توم، الدقه اللي هي بالخل. معايا معلقه توم ومعايا مكعب زبده كده. هنشوح بس التومه كده، نديلها ايه قلبه واحده بس، مش هنحمرها. يعني التومه الدقه التوم بتاعتها مش هنحمرها، قلبه واحده بس يبقى لونها ابيض. يعني ايه؟ وبعد كده نحط كوبايه خل، وبعد كده نحط كوبايتين ميه. يبقى نحط كوبايه خل وكوبايتين ميه وملح وكمون فقط. تمام كده. وهنحط ليمون، يبقى عشان تظبطي الطعم مع الخل كده هتحطي ليمون. وهنغطي عليها، وبعد كده هنشوف بقيه المقادير. طبعا بعت الولاد عشان يجيبوا لي العدسه، فجابوا لي الحمص. طبعا الحمص كان عندي في البيت سلقته، والعدس عوقوا عليه شويه عقبال ما عملت الصلصه عقبال ما عملت الصلصه والبصل وسويت الحمص كانوا جابوا لي العدس. فهنا نقعته بشويه ميه، وبعد كده يعني غسلته ونقعته، وبعد كده حطيته يتسلق. تمام كده، وما بياخدش وقت ولا اي حاجه. وهنا دي الصلصه حطيت لها شويه ميه كده عشان تتسبك. وهنا ده شكل العدس. طبعا العدس ما بياخدش وقت زي الحمص نقعته في شويه ميه سخنين، يعني غسلته ونقعته في شويه ميه سخنين، وبعد كده حطيته في ميه مغليه يستوي. هنا بقى طبعا معايا رز ومعايا مكرونه. طبعا معايا ربع كيلو رز، ومعايا نص كوبايه شعريه، ومعايا كيس مكرونه اسباجيتي اللي هي روعه، ومعايا ربع كيلو مكرونه، ربع كيلو مكرونه وسط. طبعا انا يا جماعه لما بحب اعمل الكشري ما بكترش بالكشري، هو يعني على قد الغدا بس، على قد الولاد وعلى قد الغدا بس، عشان لما يقعد لتاني طقه بيبقى مش حلو، يعني بيبقى طعمه مش حلو. هو حلاوته طقه واحده بس. هنا بقى طبعا بنعمل الرز زي ما انتم شايفين كده. ما تحمريش الشعريه قوي عشان ما تغمقلكش الرز. تمام كده. معلومه مهمه عشان لما تيجي تعملي الرز تفتكريها. تيجي تعملي الرز تخلي الشعريه لونها ذهبي، يعني تخلي لونها ذهبي كده عشان الرز يبقى لونه فاتح معاك. انما لو حمرت الشعريه، لو خليتيها غامقه، هتخلي لون الرزايه بتبقى غامقه معاك. تمام كده، ما يبقاش لونها فاتح.
وهنا طبعا حمر الرز كويس، طبعا هنسقيه بميه عادي، ميه سخنه، يعني ما فيش شوربه ولا حاجه، هنسقيه بميه سخنه، وهنحط له شويه ملح وشويه كزبره ناشفين. بقى شويه ملح وشويه كزبره ناشفين عشان تطعم لك الرز. بحطش فلفل عشان لونه ما يسمرش. وهنغطي عليه. وهنا زي ما انتم شايفين. وهنا بقى نعمل اخر حاجه، طبعا اخر حاجه في الكشري، اخر حاجه في الكشري الدق. اخر حاجه في الكشري معلش الشطه، لان الكشري بيبقى دباكته كتير وحاجاته كتير فالواحد بينسى. اخر حاجه في الكشري طبعا الولاد بيطلبوا مني الشطه على طول. هنا بقى الشطه معايا مغرفه صلصه من اللي كنا عاملينها، ومعايا معلقه شطه كبيره، شطه حراقه، ومعايا معلقه صلصه. هنقلبهم في بعض كده، وبعد كده نحطهم على النار. نقلبهم قلبتين زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هننزلهم. يبقى دي الشطه بتاعت الكشري. يبقى كده عملنا الدقه وعملنا الصلصه وعملنا الشطه. هنا بقى هنركن الشطه على جنب، وبعد كده هنقدم بقى الكشري بتاعنا الجميل. هنا زي ما انتم شايفين حطيناه طبعا، حطينا في طبق من كل نوع زي ما انتم شايفين كده. وطبعا المج ده فيه اللي هو الشطه بتاعت الكشري، الشطه مش الصلصه. طبعا الصلصه حطها في طبق تاني، والدقه شايفين. طبعا انتم مش هتسمعوا، بس اكيد هتشوفوا يعني القرمشه. لو البصل ده مش مقرمش ما كانش هيتفرق معانا كده، كان هيبقى طري مقرمش وجميل. طبعا الرز لونه تحفه زي ما انتم شايفين كده، لونه ابيض، مش محروق ولا حاجه، مستوي مش معجن، مفلفل زي ما انتم شايفين كده. المكرونه مسلوقه وجميله، مش ملعبكه ببعضيها، مفسره واحده بواحده. العدس زي ما انتم شايفين، البصل مقرمش وجميل، الحمص مستوي وجميل ولونه خطير. احلى طبق كشري ممكن تعمليه. ده طبق كشري فاطمه بشطه ودقه بتاع زمان، ريحته قلب المكان. فاكرين طبق كشري فاطمه؟ فاكرين المسلسل بتاع فاطمه كشري؟ فاكرينه؟ هو ده الطبق بتاعه، طبق فاطمه كشري. يلا قومي اعمليه وجربيه، طبق كشري بتاع زمان، اجمل طبق كشري بتاع زمان، الزمن الجميل، الزمن الاصيل اللي هيفضل في قلوبنا دايما. اوعي يفوتك الطبق ده، طبق جميل وخرافي. يلا قومي جربيه واعمليه لاولادك، بدل ما يقفوا على المحلات ويجيبوا بالشيء الفلاني، لا، اعمليه بكميه قليله من البيت وهتعملي احلى طبق كشري. يلا قومي بقى جربي الوصفه وقولي لي رايك فيها. طبعا دي الدقه، ودي الشطه بتاعت الكشري، والصلصه حطيناها على فوق الكشري. بألف هنا وشفا.